سلام من الله عليكم متابعي قناة فكر وتعلم الكرام في مقطع جديد. 7 أشياء يفعلها الناس كل يوم وأنت ربما لن تستطيع فعلها طول عمرك. أولاً، السفر. هل تعلم أن هنالك أناس في هذا العالم تسافر في كل وقت وحين؟ وهذه النسبة من الناس تكون في العادة من أبناء أصحاب الشركات الكبيرة وأصحاب رؤوس الأموال. ربما شخص منهم قد يقضي أكثر من نصف حياته في السفر والاستمتاع حول العالم، ولديهم روتين في كل يوم وأسبوع للسفر إلى دول جديدة من حول العالم. ثانياً، الطعام. كلنا يعلم أن الجميع يحب الطعام وتجربة ألذ أنواعه، لكن في المقابل إن بعض الناس من حول العالم يقومون بصرف أكثر من $500 أمريكي في كل يوم عادي للاستمتاع بتجربة أجود وألذ أنواع الأطعمة وأندرها من حول العالم. ثالثاً، الذهاب إلى جزر بعيدة خاصة وشراؤها. في هذا العالم الغير عادل هنالك أناس يمتلكون جزر كاملة ويملكونها كلها فقط للاستمتاع وحدهم أو مع عائلاتهم، وهنالك أيضاً أناس تقوم بالذهاب إلى جزر بعيدة وحجزها لمدة من الزمن للاستمتاع بها والحصول على خصوصية مطلقة والحصول على شاطئ خاص. رابعاً، شراء الطائرة الخاصة بك والسفر في أي وقت. إن الكثير من رجال الأعمال والشخصيات المهمة يمتلكون طائراتهم الخاصة يمكنهم السفر إلى أي مكان من حول العالم فقط بإشارة منهم، حيث تصل قيمة هذه الطائرات إلى $9 ملايين أمريكي، وتحتوي مقصورة هذه الطائرة في العادة على طاقم من 6 أفراد تقوم بخدمة الشخصيات والزوار وصاحب الطائرة، وتوجد على الطائرة أثمن أنواع المأكولات والطعام الطازج. خامساً، امتلاك سفينة أو قارب مخصص لك. هنالك الكثير من حول العالم يمتلكون السفن الخاصة بهم، وهي قوارب وسفن فخمة يصل سعرها إلى حوالي $100 مليون أمريكي. فهذه السفن عبارة عن منزل كبير متنقل يحتوي على كافة أساليب الحياة ومتطلباتها، وهذه السفن تجعل صاحبها يبحر بدون حدود تقريباً ويصل إلى بلاد جديدة واكتشافها. وتكلف السفينة صاحبها الكثير من الأموال، تصل إلى $70,000 أمريكي شهرياً لتشغيل السفينة والحفاظ عليها وشراء الطعام ودفع أجرة الطاقم. سادساً، الصعود على الدرجة الأولى على متن الطائرات. هل تعلم أن تكلفة تذكرة على الدرجة الأولى يساوي ثمن منزل صغير في البلدان العربية؟ يود الكثير من أصحاب الأموال التمتع فيما تبقى من حياتهم أثناء سفرهم للأعمال بالحصول على رحلة مريحة وخصوصية في السفر، وهذا يحصلون عليه من خلال الدرجة الأولى والاستمتاع بالمزايا والخصوصية، وأيضاً الحصول على سرير وحمام داخل الطائرة. سابعاً، امتلاك منازل وعقارات في أكثر من دولة حول العالم. الكثير في هذا العالم لا يتعبون في إنشاء نقودهم، فقد هم يقومون بتشغيل أشخاص لكي يجمعوها، فهم يمتلكون المنازل الفخمة والثمينة حول العالم، في كاليفورنيا وميامي وفرنسا ودبي والصين والهند وبريطانيا والمغرب والسعودية وفي سويسرا أيضاً. وهذه المنازل بمثابة تحويل للأموال من شكل إلى آخر، وهذه المنازل غرضها الرئيسي هو الحصول على جنسية البلد المضيف من خلال شراء المنزل، وأيضاً العيش فيه أثناء السفر إلى هذه الدولة مع عائلاتهم. إذا لم تقم بركوب طائرة من قبل اضغط على زر لايك. إذا عجبك هذا الفيديو اشترك في قناة فكر وتعلم. شكراً على المشاهدة. نقترح عليكم أيضاً مشاهدة هذه المقاطع.